السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حبايبي سنة 5، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وسنة جديدة جميلة عليكم ان شاء الله. ان شاء الله هناخد مع بعض منهج الرياضيات. السنة دي المنهج جميل وسهل، بس محتاج ان احنا نركز فيه ونحاول ان احنا كل درس ناخده نحل وراه. وان شاء الله هشرح لكم المنهج بطريقة سهلة ومبسطة علشان نفهم بالظبط كل جزء من أجزاء المنهج بتاعنا. تعالوا نقول بسم الله ونبدأ مع بعض ونحاول نفهم بمنتهى البساطة، بحيث نفهم كل جزئية، وبعد كده نحاول ان احنا نجمع الأجزاء المهمة كلها علشان ندخل الامتحان ونلاقي الامتحان سهل وجميل بإذن الله. تعالوا نشوف عندنا أول وحدة، الوحدة بتاعتنا. تمام. انا رسمت هنا مستطيل، المستطيل ده قسمته ل10 اجزاء. طيب ليه يا ترى عملت كده؟ وجبت المستطيل التاني قسمته الى 100 جزء. لو عدينا مع بعض المربعات الصغيرة دي هنلاقيها عددهم 100. طيب تعالوا نشوف انا ليه عملت كده. دلوقتي احنا عندنا هنيجي على المستطيل الاول. المستطيل الاول انا قسمته ل10 اجزاء، 10 مستطيلات: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. تمام. تمام. طيب انا لو جيت جبت اي لون معايا، مثلا وليكن اللون الاخضر ده، وجيت على اول جزء معايا وظللته، تمام، يبقى انا كده ظللت جزء من ال10 اجزاء. تمام. تيجي نكتب بقى مع بعض. يبقى كده المس عملت ايه؟ عملت ظللت جزء من ال10 اجزاء، جزء من 10. صح كده؟ فهمنا مع بعض. يبقى احنا ايه؟ ظللنا جزء واحد من ال10. طيب جزء من 10 ده ليه طريقة يا مس نكتبها في الرياضيات في منهج الحساب بتاعنا؟ ايوه، بنكتبها اسمها 1/10. تيجي نكتبها مع بعض. بتكتب كده 1/10. هنكتبها مع بعض. ادي رقم 1 وبعد كده علامة وبعد كده صفر. طيب يعني ايه ده يا مس؟ دي اسمها 1/10. ده رقم 1 ودي العلامة، وبنحط بعد العلامة صفر، اسمه 1/10. 1/10 يعني ايه 1/10؟ يعني ظللنا جزء واحد من ال10 أجزاء فسميناه 1/10. ودي اسمها العلامة العشرية، العلامة العشرية. وبعد كده بسمي ده اسمه كسر عشري. يعني ايه كسر عشري؟ من اسمه عشري يعني عنده علامة عشرية. طيب وليه كتبت صفر؟ الصفر على الشمال بيكون ملوش قيمة، فهو اسمه 1/10. 1 وبعدين بحط العلامة وبعدين بحط صفر، اسمه 1/10. وده يا مس بسميه ايه؟ بسميه كسر عشري، كسر عشري. طيب. طيب ليه يا مس صورة تانية؟ ايوه ليه صورة تانية. ممكن اكتبه بالطريقة دي، اكتبه 1/10. طيب ده بقى بسميه ايه؟ بسميه كسر اعتيادي. يبقى احنا دلوقتي فهمنا مع بعض يعني ايه 1/10. 1/10 اللي هو 1 وبعدين بحط العلامة وبعدين بحط صفر، ده سميته كسر عشري واسمه 1/10. اللي هو يعني ايه؟ معناه ان احنا لونا جزء من ال10 أجزاء فبقى اسمه 1/10. وكمان ممكن أكتبه بطريقة تانية، بكتبه 1/10 وده بطريقة الكسر الاعتيادي. يبقى ده ايه؟ وال1/10 بيساوي 1/10. لما اجي اسألك اقولك 1/10 بيساوي ايه؟ بيساوي 1/10 بس بطريقة الكسر الاعتيادي. طيب وال1/10 دي بطريقة الايه؟ بطريقة الكسر العشري. عشري يعني ايه؟ يعني عنده علامة عشرية.
تعالوا بقى نشوف المستطيل التاني. المستطيل التاني احنا قسمناه لايه؟ قسمناه ل100 مربع. تمام. وبرده هما لو جينا نعملهم بالطول كده هيكونوا ايه؟ 10 اجزاء زي ده. يعني هما برضو 10 اجزاء، 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. 10 اجزاء مستطيلات بالطول. وبعد كده اخدنا كل مستطيل وقسمناه علشان يطلعوا عندنا جوه 100 جزء. طيب انا دلوقتي لو جيت ظللت جزء واحد من 100 جزء، يعني هاجي على اول جزء هنا هظلله، يبقى انا كده المس ظللت ايه؟ ظللت جزء واحد من 100. طيب حد يقدر يقولي دلوقتي انا عم ظللت جزء من 100 هيتكتب ازاي يا حلوين؟ هيتكتب زي ده. تعالوا نشوف. تعالوا الاول نكتب ان احنا ظللنا جزء من 100. هقول كده جزء من 100. يبقى انا ظللت ايه؟ جزء من 100. طيب الجزء من 100 ده لما نيجي بقى نكتبه في الحساب بتاعنا هنكتبه ازاي؟ هنكتبه 1/100 زي ده. طب يا ترى هنكتبه ازاي؟ هنكتب الواحد وبعدين صفر وبعدين علامة عشرية وبعدين صفر. ده يبقى احنا دلوقتي يا حلوين عملنا ايه؟ لونا جزء من 100 جزء. تمام. كتبناه جزء من 100. جزء من 100. تمام. وبعد كده هنكتبها بقى ازاي؟ هنكتبها 1 0 علامة عشرية صفر. طبعا احنا قلنا العلامة العشرية الصفر اللي بعدها ملوش قيمة، لكن الصفر اللي قبلها له قيمة. له قيمته ايه بقى؟ ان احنا خليناه 1/100. فاحنا عشان نفرق ما بين 1/10 و1/100 بنحط صفر. وبعد كده هنعرف الصفر ده بيمثل ايه والواحد ده بيمثل ايه كمان شوية. يبقى دي هنقرأها ايه؟ هنقرأها 1/100. 1/100 يعني ايه بقى يا حلوين 1/100؟ لما اجي اسألكوا كده يعني ايه 1/100 هتقولوا لي يا مس يعني جزء من 100. يعني انا اخدت جزء بس من 100 كلهم. لكن انا لو لونت المستطيل الكبير كله، تمام، يبقى ده هيبقى ايه؟ 1/10 علشان هما 10 مستطيلات كبيرة فهيبقى اسمه 1/10. 1/10. لكن انا لونت جزء بس من الاجزاء الصغيرة فبقت اسمها 1/100. 1/100. 1/100. وزي ما احنا سمينا ده سمينا ايه؟ كسر عشري. يبقى ده برضو اسمه كسر عشري. تعالوا نكتبه. يبقى ده اسمه كسر عشري. يعني ايه كسر عشري؟ يعني عنده علامة عشرية، دي اسمها علامة. النقطة دي اسمها علامة بوينت. بوينت يعني علامة. تمام. يبقى اسمه 1/100 وده بنسميه كسر عشري. طيب هيساوي ايه كمان؟ هيساوي ممكن نعمله بطريقة تانية. نحط 1 شرطة الكسر وفوق 1 وتحت 100. يبقى اسمه 1/100. 1/100. 1/100. وبسمي ده اسمه كسر اعتيادي. كسر اعتيادي. طيب هل 1/100 بيساوي 1/100؟ ايوه. 1/100 تعالوا برضه نكتبها اهو. 1/100 بيساوي 1/100. يعني انا ايه؟ هو نفس الرقم بس انا بكتبه بكذا صورة. تمام. وهنا برضو 1/10 بيساوي 1/10 اهو. 1/10 بيساوي 1/10. تمام. يبقى احنا دلوقتي اخدنا عرفنا يعني ايه علامة عشرية، وعرفنا يعني ايه كسر عشري، ويعني ايه كسر اعتيادي. نعيدهم تاني علشان ده اللي مبني عليه كل اللي جاي بعد كده. خدنا العلامة العشرية بنكتبها ايه؟ بنعمل نقطة كده اسمها علامة عشرية بوينت. تمام. وبنحط بعدها صفر. تمام. وبعد كده بنكتب الرقم العشري قبلها، قبل العلامة العشرية.
كتبنا واحد. واحد يعني ايه؟ يبقى اسمه 1/10، لأن 30 جزء من 100 هي نفسها 3 أجزاء من 10، علشان كده 3/10 بيساوي 30/100. طيب 1/4 بيساوي كام يا حلوين؟ تعالوا نشوف. احنا بنتعامل مع الرقم اللي هو قبل العلامة العشرية. 4/10، 4/10 احنا قلنا يعني 4 أجزاء من 10. بيساوي كام؟ 4 أجزاء من 10، 1 2 3 4، اهم دول 4 أجزاء من 10. بيساوي كم جزء هنا من 100؟ بيساوي 40 جزء، علشان احنا هنا بنتعامل ان هو ايه اللي بالطول ده 10 أجزاء، صح؟ فلما هناخد 4 أجزاء منهم هيبقوا كام يا حلوين؟ هيبقوا 4. 4 في 10 ب40 جزء، يبقى 1/4 بتساوي كام يا حلوين؟ بتساوي 1/40. تمام؟ يبقى بتساوي 1/40. يبقى 1/4 بيساوي 1/40. وهكذا. يبقى احنا عندنا اي حاجة بعد قبل العلامة، يعني 4/10 هتساوي 40/100، 3/10 هتساوي 30/100، 1/10 بيساوي 10/100، وهكذا. تعالوا بقى نشوف هناخد ايه كمان معانا. دلوقتي يا حلوين جايب لنا حاجة وبيقول لي اقرأ الرقم. جايب لي رقم كبير وبيقول لي اقرأ الرقم. طبعا ده اخدناه في الصف الرابع. تمام؟ فاحنا هنحاول ان احنا دلوقتي هنقرأ بقى يا حلوين مع بعض الرقم بتاعنا. هو مديني رقم كبير قوي، فانا عايزه اقسمه بحيث ان انا اعرف اقراه. هنقسمه ازاي؟ انا باجي من اليمين هنا، تمام، وبعد 3 ارقام، وكل 3 ارقام بحطهم في طبق. كل 3 ارقام بحطهم في طبق. كل 3 ارقام بحطهم في طبق. فانا ايه هعد اهو 1 2 3 واروح حاطه دول في طبق، تمام. وبعد كده 1 2 3 واحط دول في طبق. 1 2 3 واحط دول في طبق. وهنا واحد بس بحطه في طبق. طيب اول 3 ارقام دول بيكون اسمهم الوحدات بتاعتنا. الوحدات بتاعتنا اللي هي ايه؟ آحاد، عشرات، مئات، زي ما اخدناهم قبل كده. اول رقم بيكون اسمه احاد، تاني رقم بيكون اسمه عشرات، تالت رقم بيكون اسمه مئات. يبقى ايه عندنا؟ الآحاد والعشرات والمئات. تمام. طيب بنكتب تحتهم حاجة؟ لا، دول مش بنكتب تحتهم حاجة. طيب الثلاث ارقام اللي بعدهم دول بيكونوا خانة الآلاف. يعني الرقم ده من عيلة الآلاف. تمام. اسمه 325,000. 325,000. تمام. طيب الطبق بقى التالت بعد الآلاف بيكون اسمه ايه؟ بيكون اسمه المليون. 175 مليون. بعد المليون آخر رقم بيكون اسمه المليار. انا عايزاكم بقى تكتبوا الرقم عندكم، تمام، وتقسموه زي ما احنا عرفنا. بنقسم كل 3 ارقام في طبق، وبعد كده بنكتب تحت كل 3 ارقام هم تبع ايه. اول 3 ارقام مش بنكتب تحتهم حاجة، التانيين بيبقى خانة الآلاف، تالت حاجة بيكون خانة المليون، اخر حاجة بيكون خانة المليار. طيب هنقرأه بقى ازاي يا مس؟ تعالوا نشوف مع بعض. بنقول ايه؟ بنقرأ بقى من الشمال. بنقرأ منين؟ من الشمال. هقول 8 مليار، وبعدين 175,000,000، 325,622. نقرأه تاني مع بعض بقى علشان نعرف. 8 مليار، 175,000,000، 325,622. تمام. ما احنا كده عرفنا ازاي نقرأ الرقم الكبير. هناخد بقى دلوقتي حاجة تانية عندها علامة عشرية. طيب هنعرفهم بقى ازاي وهنقرأ اللي عنده علامة عشرية ازاي؟ طبعا احنا اتفقنا ان النقطة دي اسمها علامة عشرية. اسمها ايه؟ علامة عشرية. تمام. طيب الارقام اللي بتيجي
قبل العلامة العشرية بيكون اسمها ايه؟ بيكون اسمها العدد العشري، العدد العشري، العدد العشري، العدد العشري. طيب اللي بيجي بعد العلامة العشرية بيكون اسمه ايه؟ بيكون اسمه العدد الصحيح، العدد الصحيح، العدد الصحيح. تمام. طيب العدد الصحيح اللي هو ايه؟ اللي هو الرقم اللي فوق اللي احنا اخدناه فوق ده، ده اسمه العدد الصحيح، اللي احنا بنقسمه لايه؟ لأحاد وعشرات ومئات، وبعد كده الألوف، وبعد كده المليون. يبقى ده ايه؟ العدد الصحيح، العدد الصحيح. طيب احنا العدد الصحيح ده قبل كده قسمنا لأحاد وعشرات. الأحاد اللي هي 5 بتكون قيمتها كام؟ بتكون قيمتها 5 علشان هي أحاد. الأحاد بيكون قيمته نفس الرقم. طيب اللي محطوط بقى في خانة العشرات بيكون قيمة السبعة كام؟ 70، علشان كأن السبعة دي قدامها صفر هنا، عشان هي ايه؟ قيمتها 70، قيمتها 70 عشان هي في خانة المئات. طيب انا لو عندي مثلا هنا كمان واحد، هيبقى قيمته كام؟ في خانة المئات هيكون قيمته 100، علشان هيكون في خانة المئات. وبعد كده حطينا العلامة العشرية. بعد كده عندنا الرقم العشري. الرقم العشري ده بقى هنقرأه ازاي؟ أول رقم بعد العلامة اسمه جزء من 10. يبقى أول رقم بعد العلامة اسمه ايه؟ جزء من 10. وبيكون قيمته ايه؟ قيمته 3/10 أو 3/10. زي ما احنا خدنا من شوية، خدنا من شوية ان العدد العشري لو قلت 1/10 بيكون قيمته ايه؟ 1/10. لو قلت 2/10 يبقى قيمتها ايه؟ 2/10. طب هنا 3/10 بيكون قيمتها ايه؟ 3/10، 3/10. طيب اللي بعدها بيكون اسمه جزء من 100، جزء من 100، جزء من 100. وبيكون قيمته ايه بقى؟ تاني رقم قيمته هيبقى 2/100، 2/100. طيب تالت رقم اسمه ايه؟ اسمه جزء من 1000، وبيكون قيمته ايه؟ 4/1000 أو 5/1000. هو هنا 5 يبقى هنا 5/1000. يبقى احنا العدد ده كله اسمه عدد عشري، اسمه عدد عشري، اسمه عدد عشري. العدد العشري بيتكون من ايه؟ هتقولي لي كده اما اجي اسالكوا يا حلوين، العدد العشري بيتكون من ايه؟ بيتكون من عدد صحيح وكسر عشري. طيب فين هنا العدد الصحيح؟ اعرفه ازاي؟ لما يجي لي سؤال ويقول لي اكتب العدد الصحيح هنا. العدد الصحيح بعرفه ايه؟ اروح رايحة عند العلامة، ادي العلامة، الرقم اللي بعد العلامة ده اسمه العدد الصحيح. والعدد الصحيح بيتكون من ايه؟ بيتكون من احاد وعشرات ومئات، العدد اللي هو العادي خالص اللي احنا واخدينه قبل كده. طيب لما يقول لي فين بقى الكسر العشري؟ يبقى اللي قبل العلامة، يبقى الكسر العشري اللي هو قبل العلامة. تمام. هقول له 325، يبقى ده مين؟ العدد العشري. يبقى العدد العشري بعرفه اللي هو ايه؟ قبل العلامة. طيب لما اقول لك ايه اول رقم بعد العلامة اسمه ايه؟ اسمه جزء من 10 اللي هو قيمته 3/10. وتاني رقم اسمه جزء من 100 اللي هو ايه؟ 2/100. وتالت رقم اسمه جزء من 1000 اللي هو 5/1000. تعالوا نقرأ كمان الجزئية دي من الكتاب بتاعنا علشان هي جزئية مهمة، اللي هي ايه؟ العدد العشري. العدد العشري بيتكون من ايه؟ بيتكون من جزئين، جزء بيمثل العدد الصحيح ويكتب على يسار العلامة العشرية، ادي العلامة العشرية. اللي بعدها على طول اسمه ايه؟ اسمه عدد صحيح وقيمته كام؟ قيمته 2. طيب الجزء التاني جزء بيمثل الكسر العشري وبيكتب على يمين العلامة العشرية اللي هو ايه؟ قبلها، قبل العلامة العشرية اسمه الكسر العشري اللي هو 315. الجزئية دي مهمة قوي ان احنا ازاي ايه نقرأ العدد العشري، وازاي نفرق بين العدد الصحيح والعدد العشري. فانا عايزاكم يا حلوين تكتبوا ارقام كتير خالص وتحطوا علامة عشرية في النص، وتبدأوا ان انتوا تقرأوا الرقم ده وتعرفوا الفرق ما بين العدد الصحيح اللي هو بيجي بعد العلامة العشرية والعدد العشري اللي هو بيجي قبل العلامة العشرية. هنيجي بقى بعد كده لسؤال مهم خالص وبيجي في الامتحان. هيجي في الامتحان يقولك ايه؟ اكتب الاعداد في جدول القيمة المكانية واقرأها. هيجيب لك عدد، ادي العدد بتاعنا،
وجدول. تمام. وهيقول لك ايه؟ اكتب القيمة المكانية لكل رقم من الارقام بتاعتنا دي. اول حاجة بحط العلامة، وزي ما اتفقنا اللي بيجي بعد العلامة بيبقى اسمه ايه؟ بيبقى اسمه العدد الصحيح. العدد الصحيح ده اللي هو مكون من ايه؟ من احاد وعشرات ومئات. طيب احنا هنا عندنا العدد الصحيح كام؟ واحد. فانا بحطه في خانة الاحاد، وبيكون قيمته ايه في الاحاد؟ واحد. واحد. تمام. وبعد كده باجي على الجزء اللي قبل العلامة العشرية اللي هو اسمه الكسر العشري. قلنا ان الكسر العشري ده اول رقم بعد العلامة اسمه 3/10. ده بيكون قيمته كام؟ بيكون قيمته 3/10. تمام. وبيبقى اسمه جزء من 10. جزء من 10. يبقى عندنا الجزء من 10 رقمه كام؟ 3. فبروح حاطة تحت الجزء من 10 3. طيب تاني بعد كده اسمه جزء من 100، بروح حاطة الرقم التاني اللي هو 5. يبقى الرقم ده واحد صحيح و35 جزء من 100. اما اجي بقى اقراه، يبقى اما اجي اقرا الرقم بتاعي ده هقول ايه؟ بقرا من الشمال، هقول واحد صحيح اللي هو بعد العلامه اسمه واحد صحيح و 35 من 100. 35 من 100. طيب تعالوا نشوف بقى الجدول بتاعنا اللي هيضم لنا كل حاجه. اول حاجه لما يقول لي اوجد القيمه المكانيه. القيمه المكانيه يعني ايه؟ يعني ان انا بسمي كل رقم اسمه ايه. اول حاجه بعمل الجدول بتاعي، بعمل اول حاجه العلامه، بروح حاطه العلامه العشريه بتبقى زي النقطه كده، وتحتها برضو العلامه العشريه. طيب اللي بيجي بعد العلامه العشريه اسمه ايه؟ اول حاجه اسمها الوحدات اللي هي احاد عشرات مئات. طيب زي ما احنا علمتكم من شوية ان انا لما بيجي لي رقم كبير بقسمه لاطباق. اول 3 اطباق اسمهم الوحدات بتاعتي، بتبقى احاد وعشرات ومئات. طيب تاني 3 ارقام بسميهم الالوف. يبقى تاني 3 ارقام اسمهم الالوف، والالوف برضو احاد وعشرات ومئات. طيب تالت طبق بيبقى اسمه الملايين، اللي انا بسميه احاد وعشرات ومئات. طيب اخر طبق اسمه المليار، وبيكون عنده احاد بس. طيب اللي بيجي بقى قبل العلامة العشرية بسميه ايه؟ الكسور العشرية اللي هي جزء من 10، جزء من 100، جزء من 1000. طيب مثلا انا هاجي اكتب معاكم رقم، اي رقم من دماغي. تمام. اول حاجة بحط العلامة العشرية اهي بتاعتي، بكتب اهوت اي رقم. تمام. وعايزين نقرأ مع بعض الرقم الكبير ده. زي ما قلت لكم اول حاجة بعمل ايه؟ ما تخضش من الرقم. لو جالي ده اكبر رقم ممكن اقرأه، هعمل ايه علشان اقرأ الرقم الكبير ده؟ اول حاجة هشوف فين العلامة اهي، ادي العلامة. هاجي للرقم اللي بعد العلامة اسمه ايه؟ اسمه الرقم الصحيح او العدد الصحيح. طيب واللي قبل العلامة اسمه ايه؟ اسمه الكسر العشري. طبعا انا مش هكتب ان هو رقم صحيح وكسر عشري، بس انا بعرفه. تمام. طيب تاني حاجة بعمل ايه؟ بمسك الرقم اللي بعد العلامة اللي هو الرقم الصحيح. الرقم الصحيح بقرأه ازاي؟ اول حاجة بقسم اول 3 ارقام واحطهم في طبق. اول 3 ارقام وبحطهم في طبق، واسمهم ايه؟ احاد عشرات مئات. طيب باخد اول بعد كده باخد ال3 ارقام اللي بعد كده وبحطهم في طبق وبسميهم خانة الالاف، واكتب كده احطهم في طبق واسميهم خانة الالاف. وبعد كده اجي لل3 ارقام اللي بعد كده احطهم في طبق واسميهم خانة المليون. وبعد كده اخر واحد بحطه في طبق واسميه المليار. تمام. تمام. يبقى كده تعالوا نقرأ مع بعض الرقم ده. هقول ايه؟
9 بقرأ من الشمال، 9,431,986,581 521. تمام. بعد كده باجي للجزء اللي قبل العلامة. اول رقم بعد العلامة بسميه ايه؟ بسميه جزء من 10. طيب والرقم التاني بسميه ايه؟ بسميه جزء من 100. تمام. والرقم التالت بسميه ايه؟ بسميه جزء من 1000. ماشي. طيب يبقى تعالوا بقى ايه بيقرأ اللي بعد العلامة. العلامة بتقرأ و 325. يبقى 9,431,986,521 و 325. يبقى احنا كده قرأنا الايه الرقم بتاعنا. طيب هو لو قال لي، لو جاب لي جدول زي ده وقال لي اعمل القيمة المكانية للرقم الكبير ده وحطها في الجدول، سهل خالص وبسيط. اول حاجة بكتب العلامة العشرية بتاعتي. تمام. بعد ما كتبت العلامة العشرية بتاعتي بعمل ايه؟ اللي بعدها بقى بعد العلامة اول 3 ارقام، احد، عشرات، مئات، فبروح حاطة القيمة في الجدول. اول رقم عندي 1 فبروح حاطاه في قيمة الآحاد 1. تاني رقم اسمه 2 بحطه في قيمة العشرات. تالت رقم 5 في قيمة المئات. بعد كده باجي على الألوف بحط برضو آحاد، عشرات، مئات. تعالوا بقى نعمل مع بعض. في خانة الآحاد كام؟ 6. في خانة العشرات كام؟ 8. في خانة المئات كام؟ 9. طيب تالت 3 أرقام اسمهم المليون، برضو آحاد وعشرات ومئات. الآحاد بتاعي كام؟ 1. العشرات كام؟ 3. المئات كام؟ 4. آخر رقم اللي هو المليار بحط فيه 9. هنيجي بقى للجزء التاني. الجزء التاني اللي قبل العلامة اللي هو جزء من 10 وجزء من 100 وجزء من 1000. الجزء من 10 كام؟ اهو 3. بروح حاطة اللي هو بعد العلامة على طول 3. طيب الجزء من 100 كام؟ 2. الجزء من 1000 كام؟ 5. يبقى احنا كده عرفنا أصعب حاجة ممكن تجيلي في الجزئية دي. هو ممكن يجيلي ان انا بس ايه اقرأ الرقم. تمام. طبعا مش هيجيب لك في الامتحان كل الرقم الكبير ده، بس احنا بنتدرب عليه علشان نعرف بعد كده نحل اصعب المسائل. هو هيقول لي اكتب الاعداد في الجدول وهيجيب لي رقم بسيط زي ده. تمام. فانا بعرفه زي ما احنا قلنا، ونسمع الجزئية دي اكتر من مرة ونحاول نتدرب عليها ونجيب مسائل كمان من الكتب علشان ايه نقدر نتدرب عليه كويس. لان الرياضة كلها او الحساب بيكون ايه مترتب على بعضه، فلازم نعرف كل جزئية علشان نقدر نحل اللي بعدها. وبعد كده بنلاقيه سهل جدا 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 وهيكون اسهل مادة معانا باذن الله. هناخد بقى مع بعض دلوقتي السؤال اللي بيجي في الامتحان. هيجي في الامتحان ازاي يا مس؟ هيجي كده يقولك ايه؟ هيجيب لي رقم ويقول لي اكتب القيمة المكانية للرقم 7 وقيمة الرقم 7. طيب احنا نفرق ازاي بين القيمة المكانية وقيمة الرقم؟ هعلم لكم عليهم اهو. دي حاجة اسمها القيمة المكانية ودي حاجة اسمها قيمة الرقم 7. لما نلاقي كلمة مكانية يعني ايه؟ يعني هو عايز يعرف مكان الرقم، مكانه ده هو فين؟ هو احاد ولا عشرات ولا مئات، ولا هو في خانة الجزء من 10، جزء من 100، جزء من 1000. يبقى ده اللي هو القيمة المكانية. طيب تعالوا نشوف كده مع بعض الرقم بتاعنا. اول حاجة انا بحدد العلامة. فين العلامة؟ اهي. الرقم اللي بعد العلامة اسمه الرقم الصحيح. طيب هو عايز الرقم 7 اللي انا حاطه عليه دايرة ده. تمام. انا بقسم الرقم الصحيح لايه؟ احاد، عشرات، مئات. طيب هو الرقم 7 ده مكانه فين؟ القيمة المكانية. مكانية يعني عايز مكانه، يعني هو احاد ولا عشرات ولا هو جزء من 100 ولا ايه؟ هو هنا محطوط في خانة العشرات. محطوط في خانة ايه؟ العشرات. فانا دلوقتي هكتب ان القيمة المكانية بتاعته عشرات. بدي اول حاجة. باول حاجة كده اهو اروح كاتبة القيمة المكانية بتساوي
عشرات. يبقى ده اول حاجة في حل السؤال. طيب تاني حاجة في حل السؤال هو بيقول لي قيمة الرقم 7. احنا قلنا مكانية يعني مكانه احد عشرات. قيمة بقى يعني هو عايز يشوف إن قيمة العشرات دي بكتبها 7 زي ما هي ولا بكتبها كام. طبعا احنا اتفقنا ان الأحاد بيكتب زي ما هو. طيب العشرات ال7 دي بتكون قيمتها كام؟ 70. طيب ال8 دي بتكون قيمتها كام؟ 800 عشان في خانة المئات. يبقى هنقوله قيمة الرقم بيساوي، هو في خانة العشرات يبقى 70. تمام. تعالوا بقى نشوف السؤال اللي بعد كده. عندنا السؤال اللي بعد كده جايب لي رقم اهو 2572 وبيقول لي عايز قيمة المكانية للرقم 7 وقيمة الرقم 7. طيب نحاول نحل كده مع بعض ونشوف. اول حاجة هو عايز الرقم 7 بحط عليه دائرة. تمام. طيب اول حاجة هو عايز ايه القيمة المكانية. احنا اتفقنا القيمة المكانية اللي هو مكانه هو احاد ولا عشرات. الاحاد والعشرات ده اللي بيجي بعد العلامة. طيب اللي قبل العلامة بقى بسميه ايه؟ جزء من 10. اول رقم جزء من 10. تاني رقم جزء من 100. تالت رقم جزء من 1000. طيب هو هنا ال7 موجودة فين؟ موجودة في الجزء من 100. يبقى انا هقول القيمة المكانية بيساوي جزء من 100. اكتب له كده في الامتحان. طيب تاني سؤال هيقول لي ايه قيمة الرقم 7. قيمته كام في الجزء من 100؟ احنا خدنا قبل كده ان الجزء من 10 الخمسة دي بتبقى اسمها ايه؟ بتبقى اسمها 5/10 او 5/10. طيب ال7 بتكون ايه؟ 7/100 او 7/100. يبقى قيمة الرقم 7 هنا هي 7/100. يبقى هقول له قيمة الرقم بيساوي، هو 7 بكتب كده 7. انا عايزه اكتب 7/100. هكتبها ازاي؟ 7 وبعدين صفر وبعدين علامة وبعدين صفر. احنا شايفين ال7 اهي بعدها رقم صح، وبعدين العلامة وبعدين رقم صح. فانا بحط ايه بعد ال7 هنا؟ رقم اهو بحط قيمته بصفر وبعدين العلامة وبعدين الرقم التاني بحط برضو صفر في الاخر. يبقى ده اسمه 7/100. 7/100 او 7/100. احنا قلنا برضو ان ال7/100 دي بتساوي 7/100 عشان اللي هيكتبها كده او هيكتبها كده بتكون صحيحة. هنيجي على السؤال الثالث. السؤال الثالث هنقرأه 18/107. اول حاجة لو عايز قيمة ال7 احط على ال7 دائرة. بعد كده بكتب القيمة المكانية. هي هنا قبل العلامة 1 2 3. الرقم الثالث اللي هو اسمه جزء من 1000. جزء من 1000. تمام. طيب قيمة الرقم بقى، قيمة الرقم بيساوي، هو هنا في الجزء من 1000 معناها ايه؟ معناها ان انا بحط العلامة وقبلها صفرين وبعدين ال7. ادي ال7 بتاعتي وهنا رقمين اهو بحط مكانهم صفرين وبعدين العلامة وبعدين صفر بعد العلامة. ده اسمه 7/1000 اللي هي بتساوي ايه يا حلوين؟ بتساوي 7/1000. احنا كده خلصنا السؤال ده. سؤال سهل خالص، محتاج بس ان احنا نتدرب عليه كويس ونحل اسئلة كتير علشان نعرفه، وبعد كده بالتدريب هنلاقيه سهل خالص وجميل. انا عايزة بس افرق لكم ما بين الكسر الاعتيادي والكسر العشري. احنا قلنا في اول الفيديو خالص ان في حاجة اسمها كسر اعتيادي. كسر اعتيادي يعني ايه؟ يعني مكون من بسط ومقام. لان ايه؟ بحط شرطة اسمها شرطة الكسر وبحط فوق رقم، مثلا هحط رقم اسمه البسط وتحت رقم تاني مثلا هحط رقم 10 اسمه المقام، وبعدين بقرأه 5/10. 5/10 ده اسمه ايه؟ كسر اعتيادي. طيب
في حاجة تانية اسمها الكسر العشري، اللي هو يعني ايه عشري؟ يعني عنده علامة عشرية. بقرأه ايه؟ 23 من 100. 23 من 100. طيب 23 على 100 بتساوي ايه؟ بتساوي 23 من 100. والعكس، لو انا قلت 23 من 100 بتساوي كام؟ بتساوي 23 على 100. طيب الخمسة على 10 بتساوي كام يا حلوين؟ بتساوي 5 من 10. 5 من 10. وبحط صفر بعد العلامة. الصفر طبعا بعد العلامة ملوش قيمة، بس يستحب ان انا اكتبه. وبتقرأ ايه؟ بتقرأ 5 من 10 اللي هي بتساوي ايه؟ 5 على 10. تمام. بعد كده عندنا سؤال برضو ممكن يجيلي في الامتحان، بيقول لي ايه يا حلوين؟ بيقول لي استخدم الارقام. هو مديني ارقام كتير اهي، وبيقول لي استخدم الارقام دي لتكوين ايه بقى؟ اكبر عدد عشري واصغر عدد عشري، واكبر رقم واصغر رقم. هنحله ازاي؟ هنحله ما نتخضش من السؤال، وهنحله بمنتهى البساطة. هو اول حاجة بيقول لي عايز اكبر عدد عشري. اروح كده جايب القلم بتاعي وكاتب الحل اهو. الحل رقم واحد هو عايز ايه؟ وما تخضش من السؤال، عايز اكبر عدد عشري. اول حاجة كده بقول في دماغي عدد عشري. عدد عشري يعني ايه؟ يعني عنده علامة عشرية، صح؟ صح. طيب عنده علامة عشرية يعني هيكون مكون من حتتين، بيكون قبل العلامة اسمه عدد صحيح، وبعد العلامة اسمه عدد عشري، صح؟ يبقى اول حاجة بعملها بحط العلامة العشرية. ادي العلامة العشرية. هو عايز اكبر عدد عشري. اول حاجة بعملها بحط العلامة، وبعد كده هاجي للجزء اللي بعد العلامة اللي هو اسمه العدد الصحيح. هكتبه من الكبير للصغير، بس نخلي بالنا بقى هنكتب منين؟ هنكتب من الشمال. اكبر عدد هنا كام؟ 9. نروح كاتبين اهو 9 ونعلم عليها عشان ما نغلطش. تمام. طيب بعد كده بعد ال9 كام؟ 8. نروح كاتبين 8. احنا بنكتب من الشمال لليمين. طيب بعد ال8 كام؟ 7. نروح كاتبين 7. طيب بعد ال7 كام؟ فين اكبر عدد؟ 5. وبعدين 4. وبعدين 2. وبعدين 1. هو عايز اكبر عدد عشري، فببدأ ان انا اكتب الارقام بتاعتي من الشمال لليمين، من الاكبر للاصغر. 9 8 7 5 4 2 1. تمام. وبعد كده هو عايز اكبر عدد عشري. اكبر عدد عشري يعني عاوز ان قيمة الرقم الصحيح تكون اكبر حاجة، فبروح حاطة العلامة العشرية بعد اول رقم بس، عشان يبقى ايه؟ الرقم العشري صغير والرقم الصحيح كبير، يبقى ده اسمه اكبر عدد عشري. طيب تاني حاجة هو عايز اصغر عدد عشري. اصغر عدد عشري هعمل ايه؟ هرتب تاني الارقام، بس هعملها من اليمين للشمال علشان تبقى ايه في الاخر؟ العدد العشري صغير، يعني قيمة اخر رقم صغيرة، اللي هي قيمة المليون او المليار او الالف. هعمل ايه؟ هكتب نفس الارقام بالترتيب بس من اليمين. هروح كاتبة 9 8 7 5 4 2 1. وبعد كده هو عايز اصغر عدد عشري، فهعمل ايه؟ عاوز ان يكون الرقم اللي قبل العلامة صغير عشان يبقى اصغر عدد، فهروح واخدة العلامة بعد 3 ارقام، 1 2 3، واروح حاطة العلامة العشرية هنا. يبقى ده اصغر عدد عشري عشان يكون قيمة الرقم الصحيح صغيرة. هنا قيمة الرقم الصحيح كبيرة، فده اكبر عدد عشري. هنا قيمة الرقم الصحيح صغيرة، فده اصغر عدد عشري. ثالث حاجة هو بيقول لي ايه؟ اصغر رقم واكبر رقم. هنكتب نفس الحاجة. هقول له رقم 3 اكبر رقم. اكبر رقم يعني هو مش عايز علامة عشرية. هروح كاتبة نفس الارقام وارتب من الشمال لليمين. 9 8 7 5 8 7 5 4 2 1. يبقى ده اكبر رقم.
وبروح بس مقسماها له. بعد كل 3 ارقام بحط فاصل، 1 2 3، واروح حاطه فاصله كده، 1 2 3، واروح حاطه فاصله كده. فبقى ده اكبر رقم. رقم 4 اصغر رقم. اصغر رقم بروح كاتبه نفس الرقم بس ارتبه من اليمين. بروح كاتبه 9 8 7 5 4 2 1، واروح حاطه بين كل 3 ارقام علامه عشريه. هي مش علامه عشريه، هي فاصله كده، يعني عشان لما اجي اقراهم اعرف اقراهم. طبعا احنا قلنا بنحطهم في طبق، ده طبق، وبعدين دي خانة الآلاف، وبعدين خانة المليون. فبما اجي مثلا بقرأ بقول ايه، 1,245,789. تعالوا نشوف كده مع بعض. السؤال ده في الكتاب، هو في الكتاب اهو جايب لي نفس السؤال، تمام، بس عايز نحطه في جدول، نفس الجدول اللي احنا عاملينه قبل كده. اكبر رقم، اول حاجة انا بقسمه زي ما اتعلمنا، اللي هو ايه، اكبر رقم 10، بس هنحطه في الجدول. فعملنا الجدول بتاعنا اللي انا علمته لكم قبل كده، ان انا بحط العلامة، وبعد العلامة بعمل خانة اسمها خانة الوحدات اللي بقسمها لأحاد وعشرات ومئات، وبعدين خانة الالوف، احاد عشرات مئات، بعدين خانة الملايين، احاد عشرات مئات، بعدين المليار. طيب واللي قبل العلامة بسميه جزء من 10، جزء من 100، جزء من 1000. باجي بقى ايه للترتيب، بعمل ايه، العلامة بتتحط، تمام. واحنا قلنا علشان نرتبه اكبر عدد عشري، يعني عايز بعد العلامة رقم 1 بس، وبرتب من الشمال عشان هو اكبر عدد عشري. فبروح كاتبه بقى ترتيب اهو من الشمال، واحط العلامة وبعدها رقم بس. طيب هنا عاوز اصغر عدد عشري، نفس الجدول بتاعي، بس هحط قبل العلامة 3 ارقام، وبرتب الارقام هنا من اليمين للشمال، اكبر رقم يكون هنا. طيب بعد كده وعايز ايه، اكبر عدد. اكبر عدد يعني برتب عادي هوت من الشمال لليمين، بحط هنا اكبر عدد، يبقى هنا 9، عشان اقول ايه، 9 مليار، 9 مليون، يبقى ده اكبر رقم. طيب لو اصغر رقم العكس بقى، بحط الكبير في ناحية اليمين واصغر رقم في ناحية الشمال. وكده نكون خلصنا مع بعض الوحدة الاولى بتاعتنا، تمام. وان شاء الله هنزل لكم برضو اسئلة عليها، ونكمل مع بعض باقي الوحدات باذن الله، ونحل كتير قوي عشان نخلي ان مادة الرياضة بتاعتنا تبقى اسهل مادة بالنسبة لنا. ان شاء الله اشوفكم على خير.